السلام عليكم، وحشتوني أجمل وأغلى اخوات في الدنيا. يا رب تكونوا بخير وبسعادة وسلامة بإذن الله. فيديو النهاردة هيبقى مميز جدا جدا إن شاء الله. هنعمل النهاردة الجلاش المكرمش بأبسط وأسهل طريقة. هنبص بقى مع بعض. أول حاجة بوريكم الجلاش هيبقى شكله عامل ازاي اللي انتوا إن شاء الله هتعملوه. شكله باين عليه ان هو تحفة طعما وشكلا. أول حاجة أنا جبت كوباية من البسبوسة وحمرتها في معلقتين سمنة او 3 سمنة على النار، سمنة بلدي طبعا عشان خاطر الحلويات بتحب السمنة البلدي. وبعد ما حمرتها حطيت عليها شوية مكسرات، جوز هند، زبيب، زي ما تحبوا، حطيته لوز، بندق، سوداني، اللي انتوا عاوزينه. وبعد ما اتحمرت رحت حط عليها شوية شربات سخن. البسبوسه حطيت لها شربات سخن. وبعد كده رحت جايبه لفه جلاش. بعد ما جبت لفه الجلاش رحت قسمها من النص بقى، قسمتها، بصوا قسمتها جزئين اهو. وبعدين ايه هقصها من النص عشان يبقوا المقاسات تبقى قد بعضها. وبعد ما هقسمها من النص هنشوف مع بعض هنعمل ايه. ان شاء الله هتعجبكم جدا، طريقة سهلة وبسيطة وجميلة وطعمها ممتاز. وتعتبر الطريقة مميزة بالنسبة للجلاش. جبت السمنة ودهنت الجزء اللي انا حطيته من الجلاش اهو كله. وبعد كده رحت جايبة البسبوسة اللي انا حمرتها، حطيت عليها المكسرات وحطيت عليها سمنة وفردتهم عليها اهو. بعد كده نشوف هنجمع بقى ورقة الجلاش دي ازاي بطريقة لذيذة ظريفة. هنحطهم في الصينية جنب بعض وهنشوف هيبقى الشكل ايه وهنعمل ايه. ولسه كمان هنشوف هنحط عليها ايه بعد كده، يعني انا مش هسيبها كده وبس. بعد ما هتطلع من الفرن هنشوف هحط عليها حاجتين، حاجة قبل ما ادخلها الفرن، حاجة بعد ما اطلعها من الفرن. هنشوف مع بعض خطوة بخطوة. وكملوا الفيديو معايا للاخر، ويا ريت اللي وصل معايا لغاية هنا يحط لايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد، ويحسسني ان في حاجة الواحد بيعملها والمجهود اللي بنعمله بيوصل وبندعم عليه عشان نكمل. لان حقيقي يعني ما بقاش في تفاعل دلوقتي زي الاول، والواحد بدأ ييأس ويزهق. ويا رب يا رب يا رب يبقى في يعني مقابل للتعب اللي احنا بنتعبه ده عشان نكمل. ونشوف اهو حطيت اهو بعد ما كرمشت ورقة الجلاش واللي جواها الحشوة بتاعة البسبوسة، حطيتها جنب اخواتها. وهبدأ افرد بقى ورقة كمان اوريك اهو، فردتها وحطيت عليها السمنة. وبعدين هفرد عليها برضو الحشوة بتاعت البسبوسة اللي انا حمرتها. هنشوف بعد كده مع بعض بنكرمش الورقة ازاي، عشان كده سميناه الجلاش المكرمش. الطريقة دي طريقة في منتهى الجمال، من ساعة ما عملتها وحسيت ان هي طريقة مميزة. وانا يعني معتمداها عندي، لازم دي اعملها على طول. ان شاء الله هتعملوها وتجربوها وتقولي لي رايكم فيها ايه، وهتعجبكم جدا والله بالامان يعني هتعجبكم بجد. لانها طريقة طعمة قوي. وتحس ان القطعة بقت قطعة جاتوه كده، قطعة حلويات بجد. بصوا بقى هنكشكش تاني الورقة بتاعت الجلاش. بصوا بنعملها زي المروحة كده، بس اهم حاجة تجمعوا الحشو جواها، ما تخلوش يتكب من عليها. بصوا بنجمع الورقة ازاي والحشو جواها بالراحة كده، عشان لا تتقطع مننا ولا الحشو يتكب منها ولا تقع. بصوا بعد كده نمسكها بايدينا كده، نجمعها بايدينا. وبعدين نحطها ايه في الصينية برضو بنفس الطريقة جنب اللي قبلها. مرة ورا مرة كده هتلاقوا ايدكم خدت عليها واتعملت بمنتهى السهولة. هي في الاول بس بتبقى عايزة ايه اتقان شوية. وبعد كده بقى هكمل الحاجات الطريقة دي وارجع لكم. بصوا بعد ما خلصت مليت الصينية رحت جايبة بعد كده، وطبعا احط عليها شوية سمنة من فوق كده، مع انها كلها فيها سمنة، يعني الورقة فيها سمنة والحشوة فيها سمنة. بس الحلويات بتحب السمنة الكتير. هنا جبت كوباية لبن دافية، ورحت جايبة بيضة وبيكو فانيليا، ورحت حطاهم عليها ورحت مقلباها كويس جدا. طبعا هي كده كده فيها السكر بتاعها، فاللبن ده محوش فيه سكر. بعد ما قلبتها كويس البيضة جوه اللبن، هنزل بقى على وش الجلاش قبل ما احطه في الفرن عشان يتشرب كله بقى، وتلاقي ايه الجلاش مسك في بعضه وطلع معانا قطع كده زي ما شفنا في اول الفيديو. لازم ندخل اللبن كده جواها، هندخلها الفرن ونشوف بعد ما تطلع بقى شكلها عامل ازاي. بصوا الجمال بقى، بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، شكلا وريحة وطعم اكيد تحفة. بصوا الجمال بعد ما اتقطعت. وان شاء الله يا رب كده تكونوا حطيتوا لايك ويكون الفيديو عجبكم. واشوفكم في فيديو جديد.